اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت أنزل معاكم فيديو وأتكلم معاكم شوية بخصوص القناة، عشان لو أي واحدة زي كده بتنزل أدعية فتاخد بالها. آه، طبعا أنا ما كنتش حابة أنزل فيديوهات، إن بصراحة جاتني إحباط من القناة، لأني كنت شغالة فيها عادي وبنزل فيديو، يعني فيديوهات فيها عادي. فمرة نزلت فيديو كده فرفع عندي القناة وجبت فيها 100,000 مشاهدة. وبعد كده على مراحل تاني يعني المشاهدات على الفيديو ده وقفت. فبعد كده بعد شهرين أو 3 اتفتحت المشاهدات تاني لنفس الفيديو. فالفيديو جاب حوالي 350,000 مشاهدة، فخدت منها ربح وكنت بقبض منها. ومش عارفة ازاي كده جاتني يعني على القناة فات لفيديوهات كتيرة عندي، بسبب الأدعية اللي أنا بنزلها. أنا كنت بنزل الفيديوهات عادي بصوتي، وفي فيديوهات كده بنزل عليها من الموسيقى اللي هي تبع المونتاج اللي احنا بنعمله عليه الفيديوهات، يعني المونتاج اللي بنسجل منه الفيديوهات. فجاتني مخالفات كتير على الموسيقى دي وعلى الأدعية، أنا كنت بحب أنزل أدعية من على أول الفيديو أو تاني يعني أو آخر الفيديو، أو فيها صوتي أو ما فيهوش الفيديو، فكنت بحب إن أنا أنزل أدعية يعني. فجاتني مخالفات على الفيديوهات كلها، إن أنا أمسح يعني أنا مطلوب مني إن أنا أمسح الفيديوهات اللي عليها موسيقى أو عليها الأدعية. حتى الفيديو اللي انا كنت منزلاه اللي جاب حوالي 350,000 مشاهدة ده برضو حذفته، علشان كانت الساعات كلها اللي على القناة كلها نزلت. ما هو المفروض يبقوا ال4,000 ساعة دول موجودين، بيتجددوا هو تقريبا كل سنة. فمع كتر المشاهدات اكيد مش بتقل يعني ال4,000 ساعة اللي هم في الشروط الاول. ف الساعات عندي كلها نزلت، ان انا كمان لازم الفيديوهات كلها اللي انا منزلاها على القناة اللي فيها الموسيقى والأداء فدي لازم تتحذف. فبصراحة جاتني بعدها احباط، وما كنتش حابة ان انا اصور خالص، ان انا اتعقدت من القناة يعني ال4,000 ساعة. فكلنا عارفين ان احنا هي مش بتيجي بالساهل، ال4,000 ساعة دول عايزين لهم وقت علشان يعني الشرط التالت يتحقق. فانا ازاي بعد ده كله وبعد ما قبضت من القناة فهي انها تتحذف ال4,000 ساعة؟ فكان الموضوع معايا صعب قوي، يعني ان انا مش عارفة حتى اصور فيديو. لو جيت كده في يوم صورت كده وخالص كده المونتاج، والله ممكن اقعد ساعة او ساعتين في المونتاج وما اطلع من ان انا ما سجلتش فيه كلمتين على بعض، وبحذف الفيديو من المونتاج واطلع يعني في فيديوهات عندي في الاستوديو ليها شهور من اول ما القناة يعني وقفت وانا جايني احباط، ولو صورت ما بحبش ان انا اعمل مونتاج عليه. فانا حبيت اقول لكم المعلومة دي عشان لو في قنوات اللي هي مبتدئة وبتحب تنزل يعني أدعية أو بتنزل موسيقى، فما تعمليش كده، عشان هي ممكن مع الوقت فممكن تجيك عليها مخالفات وتضطر ان انت تحذفيها. ومع حذف الفيديوهات القناة بتنزل يعني ما مش كويسة. بس كده، فمش عارفة انا ازاي بعد ما انا قبضت من القناة بتجيني مخالفات انه مطلوب مني ان انا احذف الفيديوهات. فالحمد لله على كل حال، وحبيت انزل معاكم الفيديو، وياريت يكون انتوا فهمتوا الفيديو كده من البداية اللي هو تخزين الطماطم، فاكيد كلنا عارفينه. فحبيت بس اقول لكم ان الطماطم دي طماطم جبلي، فهي بصراحة حلوة قوي. يعني هي مش بحجم الطماطم، هي طماطم صغيرة بس مسكرة يعني، ولونها زي ما انتوا شايفين. انا ما حطلهاش اي حاجة ولا اضيف لهاش اي حاجة يعني. فخزنت كمية عملتها صلصة. وبعد كده بحب ان انا اخزن الطماطم تكون زي ما هي كده صحيحة، يعني ما مش بقطعها ولا حاجة كده، بعمل كمية منها صلصة وكمية كده. فانا كنت جايبة في حدود 50 كيلو،
فكنت قبلها بيوم خزنت كمية منها، عملت صلصة وحبيت ان انا اعمل معاكم دول. عملت الصلصة دي والطماطم دي كده عبيتها على قد الطلب. آه، وكمية كده كبيرة دي بحطها في اخر الفريزر من تحت لحين ما يجي وقتها يعني. فكده يا رب يكون الفيديو انا فدتكم بيه واستفدتوا من المعلومة اللي انا قلتها لكم على القناة، بس علشان مش حابة اي واحدة تغلط، او هي دي مش غلطة يعني، هي كان عادي يعني. في قنوات كتير بتنزل على آه، فيديوهاتها أدعية أو كده، بس مش عارفة يعني، هي جت كده والحمد لله. ويا رب الفيديو كده يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.